السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطيب نبه الناس أثناء خطبة الجمعة لواحد المسألة معينة، فكانت ردود أفعال ديال الناس عجيبة، ربما لأن هاد الناس اللي انتقدوه ما فهموش الكلام ديالو وشنو كان المقصود ديالو. غنخليكم تشوفوا المقطع اللي يبين فيه المراد ديالو وعلاش قال داك الكلام، ونعاودوا نرجعوا إن شاء الله. في الجمعة الماضية كنت أتحدث في قضية ما مهمة جدا. مسجد، وأنتم تعرفون أنا في مسجد الإمام الذهبي، وده موجود في التجمع الأول. المسجد معمول بطريقة كويسة وعملته جمعية كويس أوي، حاجة في منتهى الروعة. بدأ يتعرف مكان المسجد وأنه يقصده المصلون الذين يقصدونه من الأغنياء، فبدأ ناس تجيب عربيات ميكروباص تنزل ستات تتسول ويجي يلموهم آخر اليوم. فهل هذا احتياج؟ وده مش احتياج. فالعدد بقى بيكتر ليه؟ لأن الناس المصلين اللي موجودين عددهم كبير، فهم طالعين بيتصدقوا على الناس دي. طب لغايه كده كويس، بس لما انت تشوف وانت إمام المسجد ومسؤول عنه إن دي عربيات ميكروباص جايبة ناس محددة بتحطها قدام، تنشرها قدام المسجد عشان تلم الفلوس دي، فانت ساعتها تفهم ايه؟ تفهم ان الكلام دي واحدة ست محتاجة وجاية عشان تاخد قرشين وتروح، ولا دي شغلانة هم شغالينها؟ فعشان كده نبهت احنا ما نديش. احنا كنا قبل كده في مسجد القدس، كلكم تعرفون ذلك، كنا عاملين حاجة مهمة جدا. كنا بناخد الملفات، مجلس الإدارة يعني بتاع المسجد كان بيجمع ملفات الناس المتسولين اللي حوالين المسجد كلهم ويدرس حالتهم، من تحتاج يعطيها ومن لا تحتاج ومن مكان بعيد، وبرضه نسأل عنها ومش محتاجة خلاص الو انت فلان بنت فلان من منطقة كذا، وعندك 1 2 3 وعندك أرض كذا ومال كذا والدنيا كذا، فلو سمحت ما تجيش عندنا، فتروح تتسول بقى في مكان مطرح ما عايزة. يبقى هنا ده كان نظام وترتيب معين. فلما قلت هذا قلت للناس لا مش هينفع، ففهم الكلام خطأ وانتشر، يعني انتشار الهشيم في البتاع، والناس كله نازلين. ما مشكلة يعني انا مش ما بزعلش من اللي بيشتم او بيسب او بيعمل. انا كل اولا في صحيفة حسناتي، وانا امل الا يقع احد في هذا الاسم او في هذا الذنب، يعني لا امل هذا. لكن الناس حتى ما بيسمعش الفيديو يفهم ايه المقصود او كذا. فالشاهد في الكلام ان انا قلت لا خلاص لا تعطوهم، اقفلوا الصفحه عشان مش هييجوا يروحوا في اماكن تانية، وقصص بقى من دي كتير جدا. فكان المقصود هو الانضباط. أظن الآن أن الصورة واضحة بالنسبة للناس اللي انتقدوا الشيخ على الكلام اللي قال. الشيخ في هذه المسألة هذه محق، لأنه لو الناس غادي يتخذوا التسول كحرفة كمهنة وتيدخلوا منها أموال طائلة، واش راه كنعرفوه، راه أموال صحيحة، فلوس صحيحة تيدخلوها من التسول، فما بالك إلا كانت بهذه الصورة اللي وصف الشيخ. قال لك الناس تيجيبوا المتسولين في السيارات، الميكروباص عندهم، يعني الكيران الصغار او دوك الهوندات الكبار او شيء من هذا القبيل، يعني تيجيبوا ناس كتار وتيفرقوهم امام المسجد، تيحطوهم امام المساجد. علاش؟ التسول. وهذاك المسجد بالذات اللي كثرت فيها الظاهره، اللي هذا الامام هو الخطيب ديالو، هو الامام ديال هذا المسجد هذا، فهو ملي شاف الظاهره كثرات نبه عليها. ما معنى انه يجيو المتسولين يعني بعدد كبير واخذينها حرفه واخذينها مهنه وتيجيبوهم في السيارات؟ اذن هادو راهم شبكه منظمه، يعني ناس دايرينها مشروع كبير، تيجيبوا المتسولين ويجمعوا الفلوس وفي الاخر يجمعوا داك الشيء ويعطيوهم من النصيب ديالهم، والله اعلم شنو تيديروا. واش هاد الناس ما بغاوش الامام ينبه على مسألة بحال هذه؟ نعم أنا نعذر الناس اللي انتقدوا الشيخ إلا فهموا الكلام ديالو غلط، أو ربما إلا هو خانوا اللفظ مثلا أو خانته العبارة، وصل الكلام بطريقة أو بأخرى ممكن. أيضا الأمر غير مقبول حتى في الانتقاد. راه بعض الناس دخلوا غير السب والشتم وما خلاو فيه غير اللي نساو. ما معنى هذا؟ إلا كانوا الناس اللي دخلوا سبوه وشتموه وهما من هذوك المتسولين أو من هذوك المافيا والشبكات ديال هذا التسول هذا.
اذا انت ملي غادي تدخل وتسب وتشتم، اذا انت ما دخلش باش تصلح، الهدف ديالك شيء اخر. كاينين الناس اللي انتقدوا الشيخ وقالوا ليه انت لم توفق يا شيخ فيما ذهبت اليه، لم توفق في طرحك، لم تكن موفقا في كلامك. كاينين الناس محترمين انتقدوا بكلام طيب، عادي. هاد الناس هادو راه تيساليو معاك ملي تينتقدوا بكلام طيب، يعني ما كيخليولك ما تقول، كتقول كلامكم على راسي من الفوق. لهذا الشيخ خرج ونبه وعفوا وضح وبين علاش قال له هو ذاك الكلام، باش كل شيء توضح ليه الصوره مزيان. والا في الفئه الاخرى اللي داخله غير باش تسب وتشتم، شنو المراد ديالها؟ إلا كان المراد هو الشيخ نفسه أو أي إنسان اللي كينتمي لكل ما هو إسلامي، شيخ، إمام، معلم قرآن إلى آخره، أو ربما يكون هما من هاد المتسولين، من هاد العصابات هادو، من هاد الشبكات. الشيخ أيضا تكلم على واحد النقطة أخرى في نفس خطبة الجمعة، واللي هي مسألة سرقة الأحذية من المساجد. وهذه ظاهرة سبحان الله، مع العلم أن الشيخ راه مصري، ظاهرة من طبيعة الحال. راه احنا عندنا في المغرب حدث ولا حرج، ولا بد أي إنسان اللي تيصلي صلاة الجماعة في المسجد ومواظب عليها لا بد غيكون لذغ من جحرهم، لا بد يكون الدولي تا هو شي صباط، شي صدارة، شي صابو، شي حاجه من هادشي، لابد. وانا شخصيا الدوليه صابو، الدوليه صباط يلاه شريته دوز عندي يومين او 3 ايام، وهذه مده، هذه يومين او 3 ايام دوز عندي صباط جديد، تا هما شافوه جديد تقداوه. ومن اعجب ما ذكر الشيخ هو مساله السيد اللي تيسرق وتيهضر في الهاتف. قال لك حنا ملي كنراقبوا الكاميرات لقينا السيد كيسرق وتيتصل تيهضر. واش هذا كيتقدى من شي سوق ممتاز ولا جاي كيتقدى من شي محل ديال الاحذيه؟ منين كيتقدى هذا؟ جاي يتقدى من المسجد كيسرق وتيهز سيدي داك الحذاء ولا داك الصباط ولا شنو داكشي اللي في يدو. قال لك كنلقاوه كيتصل بالمحل اللي غادي يبيع ليه المسروقات، كيتصل به وكيسولو حكا راه هاد البراند هادي، هاد الماركه هادي راه اش دايره واش دايره، شحال داير الثمن ديالها كي دايره؟ قال لك الا لقاها الثمن ديالها مزيان تيديها، لقاها شي حاجه ناقصه تيرميها. يا سلام يا سلام. حتى اللصوص ديال الاحذيه في المساجد طوروا من المهارات ديالهم ومن الوسائل ديالهم في تقماط الناس في رزقهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فواش الناس اللي كينتقدوا مجرد انتقاد، ما بغاوش الإمام يتكلم على النقطة هذه المسائل هذه. مسألة أخرى هي ديال البيع والشراء في باحة المسجد الداخل. بعض البياع والشراية الله يهدينا وإياهم، أنا نسأل الله سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من فضله، أنا كنتمنى الخير للجميع. لكن خلي عليك المسجد، باحة المسجد خليها عليك. بيع وشري اخويا ولكن خارج المسجد، خليك اخويا خارج من المسجد. راه كاين الرصيف، كاين الشارع، كاين الشانطي، كاين واش كتدخل حتى الباحه ديال المسجد وكتبدا كتبيع وتشري. باقي الناس يلاه سلموا قالوا السلام عليكم ورحمه الله، وقف هو يا طاطاطات عند الباب، والناس كاينين اللي مسبوقين باقي ما كملوا صلاتهم. مرارا تنعيشوا هذا الشيء، يلاه تتكمل تينوضوا الناس تيبداو تيتغاوتوا البيع والشراء، ما تتبقى تعرف راسك اشنو قريتي ولا شنو من ذكر قلتي واشنو سبحتي ولا عظمتي الله تعالى سبحانه وتعالى ولا شنو قلتي. تبع معاه هو غير داك السروال راه بون اوكازيون ولا راه داير ما عرف شنو هذاك الشيء ريكلام، وبطاطا راه دايره 90 ودايره 120 والتفاح ما شحال داير، الله المستعان. بيع وشري الله يسهل عليك، علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، لكن خلي عليك المسجد في الاتقار. طلب الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحال جميع المسلمين. هذه من الامور اللي لابد الانسان يوعى بها، راه كتآذي المسلمين. ثم هي بيوت الله سبحانه وتعالى، راه ما دارت لا البيع والشراء ولا التسول ولا حتى شي حاجه، انما هي العباده، ذكر الله وما يدخل في اطاره. الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.